السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين واحد النوع ديال التعب ما كيبانش في الجسد، ولكن كينخرج روح بشوية بشوية. تعب كتحسو بلا سبب واضح، غير حيت قريب من ناس مثقلين بالحزن، القلق والتوتر. والمشكل ماشي غير فشنو كتحس، المشكل في انك ما كتعرفش منين جاك هاد الاحساس. علم الاعصاب كيأكد واحد الحقيقة اللي بزاف ديال الناس ما كينتبهوا لهاش. الا عشتي مدة مع شي واحد غارق في الحزن، القلق او التوتر، راه دماغك كيبدا يتبرمج على نفس الموجة ديالو. ماشي غير تعاطف، راه انتقال صامت للمشاعر. في دماغنا كاين خلايا سميتهم الخلايا المرآتية، وهما اللي كيخليونا نحسو بالآخرين وكأننا حنا هما. ولكن هاد النعمة إلا ما فهمناهاش كتولي عبء ثقيل. كتبدا غير كتواسي، كتفهم وكتبغي تعاون، ولكن مع الوقت كتلقى راسك كتغرق حتى انت. الحزن ديالو كيدخل لقلبك، القلق ديالو كيولي جزء من تفكيرك، والتوتر ديالو كيسكن في تصرفاتك. والخطير في الامر انك ما كتفيقش في ديك اللحظه. التغيير كيكون بطيء صامت، حتى كتلقى راسك تبدلتي بلا ما تحس. الطاقه ديالك نقصات، الراحه النفسيه ديالك ولات قليله، الافكار ديالك ولات سلبيه، وحتى نظرتك للحياه تبدلات. وكتبدا تسول راسك: مالي تبدلت؟ مالي ما بقيتش انا؟ والجواب بسيط ولكن مؤلم، حيت بقيتي قريب بزاف من طاقه ماشي ديالك. حنا ماشي غير كنسمعوا للناس، حنا كنعيشوهم من الداخل. وكاين واحد الخطأ كبير كيديروه بزاف، كيحسبوا ان الحب، الصداقه او القرابه كتعني تتحمل كل شيء. ولكن الحقيقة ماشي كل معاناة خاصك تشارك فيها، وماشي كل شخص خاصك تنقدوه، حيت إلا حاولتي تنقد كل شيء غادي تغرق انت في الأول. لهذا خاصك تتعلم واحد المهارة صعيبة ولكن ضرورية: تحط حدود. ماشي تبعد بقسوة، ولكن تبعد بوعي. تعرف شكون يستاهل القرب وشكون خاصو مسافة باش تبقى انت بخير. راه ماشي انانية الا اختاريتي راحة بالك، وماشي ضعف الا بعدتي على اللي كيسحبك للظلام. القوة الحقيقية هي انك تعرف شنو كيأذيك وتوقفه، وانك تختار نفسك حتى الا كان الثمن هو البعد. في بعض المرات ماشي الناس اللي خاصهم يتبدلوا، بل المسافة اللي خاصها تكبر. واخا تبان صعيبة، راه كاين واحد الحقيقة ما كتبدلش: المسافة ماشي هروب، المسافة إنقاذ للذات.